شؤم الغدر. فالغدر له شؤم خطير في الدنيا والآخرة، يحتاج المسلمون إلى أن يدركوا ذلك، وهو مما حرم في الشرائع بأجمعها، وتحريمه معلوم، لكن أبعاده وأضراره الإسلام بين ذلك أيما بيان، وأوضح ذلك أيما إيضاح. وهذا الغدر من أعظم أسباب فساد أحوال المسلمين العامة والخاصة في أمر دينهم ودنياهم. إن عواقب الغدر في الدنيا كثيرة وليست محصورة، ولكن هذا شيء قليل، وننتقل إلى عواقب الغدر في الآخرة، لأن عذاب الآخرة أشد. فالغادر إنه يجد يوم القيامة ربه خصما له يخاصمه: لما غدرت بعبدي؟ الغدر صار كثيرا في أوساط المسلمين. انظر كم تسمع: فلان قتل في الشارع، فلان قتل في مكان كذا، غدرة. فنحذر المسلمين خصوصا أصحاب الأحزاب وأصحاب الثورات والانقلابات ومن يريدون الملك، نحذرهم من هذه الجرائم. نحذر الشباب من التوجهات إلى الغدر. نبرأ إلى الله، نبرأ إلى الله، نبرأ إلى الله من أعمال الغدر ومن أعمال الغدرة الفجرة الخسرة الذين أفسدوا في داخل البلاد أيما إفساد. فندعو إلى التوبة إلى الله، إلى التوبة إلى الله والرجوع إلى الله وإلى رد المظالم. شؤم الغدر. خطبة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله تعالى، والتي ألقيت في 8 من شهر جماد الأول لعام 1436 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام. والآن نترككم مع الخطبة المذكورة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تعلمون معاشر المسلمين أن دين الإسلام دين العدل والفضل ودين الوفاء. فدين الإسلام دين الوفاء مع الله والوفاء مع عباده ومع الخلق. ألا وإن من أعظم ما ينقض الوفاء الغدر. الغدر هو نقض العهد ونقض الأمان
ونقض الصلح، الأمان العام أو الخاص. فالغدر له شؤم في الدنيا والآخرة، قل أن يدرك ذلك، له شؤم خطير في الدنيا والآخرة، يحتاج المسلمون إلى أن يدركوا ذلك. ولهذا حرم الغدر على المسلم في حق الكافر، حرم الغدر على المسلم في حق الكافر. روى الإمام مسلم وغيره من حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا بعث جيشا ووصى الأمير ووصى الجيش وقال اغزوا في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، قاتلوا من كفر بالله، ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا. فحرم الإسلام على المسلمين والمؤمنين الغدر بالكافرين، وإن كان بين المسلمين وبين الكافرين حرب وقتال، لا يزال الغدر محرما. بل دعا القرآن الكريم المسلمين إلى أنهم إذا كان بينهم وبين الكفار عهد ورأوا وخشوا على أنفسهم من قبل من عاهدهم من الكفار أن ينبذوا إليهم عهدهم علنا، حتى يعرف الكفار أن المسلمين قد تراجعوا عن العهد الذي بينهم وبين المسلمين. فلما كان الغدر محرما بجميع أنواعه وأشكاله، كان على المسلمين أن يعرفوا خطر ذلك. ولهذا أجمع علماء الإسلام على تحريم الغدر، أن الغدر محرم. وقد حكى الإجماع المذكور ابن عبد البر في التمهيد والاستذكار، قال أجمع العلماء على تحريم الغدر بالمؤمنين وبالكافرين من أهل الذمة. وحكى هذا الإجماع القاضي عياض رحمه الله في المعلم، وذكره النووي في شرح مسلم، وابن المناصف رحمه الله، وذكره أيضا الحافظ ابن حجر في الفتح، وابن الأمير الصنعاني والشوكاني في نيل الأوطار. وهو إجماع لا ينقضه ناقض أن الغدر محرم، بل إن الغدر مذموم مقبوح عند الأمم كلها، وهو مما حرم في الشرائع بأجمعها، وتحريمه معلوم، لكن أبعاده وأضراره الإسلام بين ذلك أيما بيان، وأوضح ذلك أيما إيضاح. فمن أراد أن يعرف عواقب الغدر فإنه يحتاج إلى أن يتفقه في الأدلة الواردة في بيان الغدر وشؤمه وأخطاره وأضراره. العلماء الذين ألفوا في كبائر الذنوب وبوائق الآثام جعلوا الغدر من جملة الكبائر. العلماء ينصون على أن الغدر من أعمال النفاق
ومن أفاعيل المنافقين، من أعمال النفاق ومن أعمال المنافقين. قال المهلب رحمه الله: قال الغدر محرم في حق المؤمنين وفي حق الكافرين. قال: وفاعله يستحق اسم النفاق، وفاعله يستحق اسم النفاق ويستحق لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله: قال: من أعظم أعمال النفاق، من أعظم أعمال المنافقين النفاق العملي، أن يظهر الشخص شيئا وعملا على أنه خير وهو ماكر في ذلك. والغدر يدخل في المكر فهو من المكر، ويدخل في الظلم فهو من أعظم الظلم، ويدخل في البغي فهو من أعظم البغي، ويدخل في العدوان وفي الخيانة إلى غير ذلك من الأسماء القبيحة المذمومة في المعاصي المشؤومة. أيها المسلمون، لقد كثر الغدر في أوساط المسلمين، كثر الغدر في أوساط المسلمين ببعضهم بعضا إلا من رحمه الله. وهذا الغدر من أعظم أسباب فساد أحوال المسلمين العامة والخاصة، من أعظم أسباب فساد أحوالهم في أمر دينهم ودنياهم. وهذا بسبب عدم معرفة أضرار الغدر وشؤمه. فنذكر لكم شيئا مما ذكرته الأدلة الشرعية في أخطار الغدر وأضراره في الدنيا والآخرة. فالغدر له عواقبه الوخيمة على أصحابه في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء من حديث بريدة بن الحصيب عند الحاكم والبيهقي وغيرهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: وما نقض قوم العهد إلا كان القتل بينهم، والقتل أشنع الذنوب وأقبح البوائق والجرائم بعد الشرك بالله عياذا بالله. فانظر الغدر إلى ما يؤدي إليه، يؤدي إلى القتل والقتال بين المسلمين، بحيث يقتل المسلم أخاه المسلم ويتجرأ على الفتك به عياذا بالله. فالغدر يؤدي إلى إزهاق الأرواح، ويسبب انتهاك الأعراض، ويسبب سلب الأموال، ويسبب إفساد الدين بين المسلمين. الغدر. وهل القتل والقتال الدائر في البلاد إلا لأسباب ومن أعظمها الغدر عياذا بالله؟ هذا من أعظم أسبابه الغدر. أيها المسلمون، متى أراد المسلمون حياتهم أن تكون حياة كريمة وحياة نعم لا نقم، وحياة سعادة لا شقاوة، وحياة أخوة لا عداوة، فليترفعوا عن الغدر وأمثاله
من أنواع البوائق. وصح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهو موقوف عنه قال بعضهم له حكم الرفع، قال: ما نقض قوم العهد إلا أديل عليهم العدو، أي سلط عليهم عدوهم. فناقض العهد يسلطهم الله بعضهم على بعض، ويسلط الله من ينتقم منهم ومن يأخذهم ومن يستذلهم ويقهرهم. ونضرب مثالا واحدا تطبيقا لهذا الحديث. ذكر عدد من المؤرخين ومنهم ابن الأثير في الكامل أن سبب خروج التتار وقدومهم على المسلمين واجتياحهم لبلاد الإسلام وقضائهم على الخلافة العباسية حتى صارت الخلافة في خبركان، ذكر أن سبب هذا أن جنكيز خان وهو قائد التتار أرسل بمجموعة من أصحابه يشترون ثيابا من بعض المدن الإسلامية، فعلم بذلك خوارزم شاه، وخوارزم شاه من ملوك المسلمين. فلما علم بهذا أرسل من يقتل هؤلاء فقتل هؤلاء. فبلغ جنكيز خان أن أصحابه قد قتلوا، فأعلن الحرب على المسلمين وقال: وليستعدوا للحرب. بل ذكر في القصة أن جنكيز خان أرسل يطالب بما أخذ على هؤلاء وبما ارتكب من جرم في حق هؤلاء، فأرسل إليه خوارزم شاه يرد عليه أنه لا يعطي لهم شيئا. فكان هذا من أسباب تحرك التتار واجتياح البلدان الإسلامية من حدود الصين ومن أطراف الصين. تحرك التتار حتى وصل إلى بغداد، بل إلى القرب من دمشق. كل هذا تسليط من الله عندما حصل النقض وعندما حصل الغدر. ومن الأمثلة الفردية على هذا ما جاء عند الإمام أحمد وغيره أن ابن جرموز قتل الزبير بن العوام غدرا، فلما قتله عظم عليه الذنب، فجاء ابن جرموز إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وقد علم علي أن ابن جرموز قتل الزبير غدرا. فجاء ابن جرموز إلى باب علي وطلب أن يستأذن له، فأخر في الإذن وفي الدخول. فبعد ذلك دخل على علي، فقال علي رضي الله عنه: بشر قاتل ابن صفية بالنار. فأساء ابن جرموز ما سمعه من علي، وعظم عليه ذنبه في قتل الزبير. فذهب ابن جرموز إلى مصعب ابن الزبير يقول له: قاصصوني، يعني خذوا بثأركم مني واجعلوني وقاصصوا بي بدل الزبير. فأبى مصعب بن الزبير، أبى القصاص. فهذا ابن جرموز اشتد عليه الأمر أعظم، وكان يرى في المنام رؤيا مخيفة ومزعجة. فذهب إلى مكان وطلب من شخص أن يسقط عليه سقف بيت، فأسقطه عليه فقتل ومات. فقتل نفسه فلقي الله عز وجل قاتلا لغيره وقاتلا لنفسه. هكذا من شؤم الغدر عياذا بالله. معاشر المسلمين، إن عواقب الغدر في الدنيا كثيرة،
وليست محصورة، ولكن هذا شيء قليل. وننتقل إلى عواقب الغدر في الآخرة، لأن عذاب الآخرة أشد، وعذاب الآخرة أكبر وأخزى، وعذاب الآخرة إنه عصيب جدا. ومما يدل على شؤم الغدر في الآخرة على أصحابه ما رواه البخاري وغيره من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: قال الله: ثلاثة أنا خصمهم، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل استأجر حرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره، ورجل باع حرا. فقوله رجل أعطى بي ثم غدر، أي حصل الأمان بينه وبين من قتله وغدر به. هذا الحديث يفيد أن من قتل صديقه، زميله، جاره، من قتل أحدا من أسرته ما بينه وبينهم إلا الأمان، ثم قتله فهو غادر، أو ضربه فهو غادر، أو سجنه فهو غادر عياذا بالله، لأنه يعيش مع هؤلاء بالأمان، ثم في لحظة وقد فعل بهم ما فعل عياذا بالله. فالغادر إنه يجد يوم القيامة ربه خصما له يخاصمه: لما غدرت بعبد، ولما مكرت بعبد، ولما فتكت بعبد؟ ماذا سيكون؟ كيف سيكون حال هذا الغادر بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ كذلك الغادر يوم القيامة الرسول بريء منه فلا يشفع له بل يتبرأ منه. فقد جاء من حديث عمرو بن الحمق عند الإمام أحمد وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أيما مؤمن أمن مؤمنا على دمه ثم قتله فأنا بريء من القاتل. فلان مع فلان يعيشان في بلدة واحدة، وربما جمعتهم المائدة الواحدة والمسجد الواحد، وبعد مدة غدر به. هذا من الغدر بعد الأمان، فالرسول عليه الصلاة والسلام يتبرأ منه. ويا ويل من تبرأ منه رسول الله، لأنه في يوم القيامة ترتجى شفاعته عليه الصلاة والسلام، وله عدة شفاعات عليه الصلاة والسلام. فمن تبرأ منه عليه الصلاة والسلام فذاك من الحرمان، وذاك من الطرد والإبعاد. كذلك روى الإمام البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا جمع الله الأولين والآخرين يرفع لكل غادر لواء يقال: هذه غدرة فلان ابن فلان. يرفع له لواء. اللواء هي الراية العظيمة. هذه الراية كما سمعت مكتوب عليها غدرة فلان ابن فلان بفلان ابن فلان. فضيحة، وأي فضيحة في ذلك اليوم العصيب، وعلى رؤوس الخلائق والأشهاد يعلم أنه غادر. العرب قبل الإسلام كانوا إذا عرف أحدهم بالوفاء رفعوا له راية بيضاء ليمدحوه ويثنوا عليه ويعرفوا قدره ومنزلته الرفيعة. وإذا عرف فلان فيهم بالغدر رفعوا راية سوداء ليذموه
ليذموه ويقبحوه على سوء فعله، ما بالك بيوم القيامة، يوم الخزي والندامة، ويوم الحسرة والملامة، ويوم الطرد والإبعاد، يوم يخسر المبطلون، ويوم يعض الظالم على يديه. كيف سيكون حال هذا الغادر في ذلك اليوم؟ بل عندما ترفع له راية يؤتى بالمغدور الذي غدر به، خصوصا إن كان الغدر غدر قتل، إن كان الغدر غدر قتل فيأتي وهو يحمل المقتول، فهذه فضيحة ثانية. وهذا من الشقاء في ذلك اليوم ومن الخزي، فيه من الخزي ما لا يطاق. انظر أين أنت أيها المسلم من النجاة والسلامة في ذلك اليوم، ومن الحرص عليها لتنالها في ذلك اليوم. وقد جاء هذا الحديث، أعني حديث يرفع لكل غادر اللواء، من حديث أنس في البخاري، ومن حديث ابن مسعود عند مسلم، وجاء عند مسلم أيضا من حديث أبي سعيد الخدري أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ألا وإن لكل غادر لواء يرفع له يوم القيامة عند استه. والمراد بالاست هنا الدبر، المراد بالاست الدبر. فهذه أشأم راية ترفع في ذلك اليوم على صاحبها عياذا بالله. وفي الحديث: ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة. في حديث أبي سعيد: ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة. الغدر محرم على جميع المسلمين، رجالهم ونسائهم وحاكمهم ومحكومهم، ولكنه ممن كان غدره يؤدي إلى الفتن العظام هو أشد وأخطر عياذا بالله. كذلك أيضا روى الإمام البخاري ومسلم من حديث علي بن أبي طالب أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا يوم القيامة. لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا يوم القيامة. انظر إلى هذه الحال في ذلك اليوم العصيب. من أخفر مسلما أي غدر به ومكر به وفعل به ما حرم الله من انتهاك عرضه أو سلب ماله من باب الغدر والمكر أو سفك دمه أو إفساد دينه إلى غير ذلك، قال: من أخفر مسلما فعليه لعنة الله، هذه الأولى، والملائكة، هذه الثانية، والناس أجمعين، هذه الثالثة، والرابعة: لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. كاد الغدر أن يكون كفرا، كاد الغدر أن يكون كفرا عياذا بالله. فيا معشر المسلمين، أن ترفعوا وتنزهوا عن أمر الغدر، عن أمر الغدر. الغدر صار كثيرا في أوساط المسلمين. انظر كم تسمع: فلان قتل في الشارع، فلان قتل في مكان كذا، غدرة. يأتي صاحب الموتور ومن ثم يقتله ويهرب ولا يدري من قتله. يأتي ملثمون يفعلون الجريمة ويذهبون، يأتي مجموعة في الليل ويقتلون فلانا أو يضربونه أو يأخذون ماله أو إلى آخره، ومن ثم يهربون. يا عباد الله، إن هربوا اليوم فأين يهربون في الغد؟
فإلى أين يهربون من الله، من عذابه وبطشه وعقابه؟ أين يفرون؟ إنه الشيطان استحوذ عليهم حتى سول لهم أن يفعلوا هذه الأفاعيل وأن يرتكبوا هذه الجرائم، خصوصا مع المسلمين. فصار هذا الصنف أشهى شيء أن يقتل أخاه، أن يسجن أخاه بالغدر والمكر، أن يضربه، أن يهينه، إلى غير ذلك من البشائع والقبائح والفظائع. يا عبد الله، إن الأمر لخطير في الدنيا والآخرة. الغادر يرحم، الغادر يرحم، لكن ما رحم نفسه، لم يرحم نفسه. لو رحم نفسه لكان على خير وعلى سلامة. فنحذر المسلمين، خصوصا أصحاب الأحزاب وأصحاب الثورات والانقلابات ومن يريدون الملك، نحذرهم من هذه الجرائم. نقول هذا نصحا لهم وشفقة عليهم ورحمة بهم، وندعو جميع المسلمين إلى الترفع والتنزه عن هذه الجرائم. أستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه. أما بعد، التوسع في الغدر صار كثيرا. تجد كثيرا من الناس إذا اختلف فلان مع فلان وتخاصم فلان مع فلان، يذهب أحد الخصمين إلى أن يغدر بخصمه، إلى أن يغدر بخصمه بأي نوع من أنواع الغدر. منهم من يذهب إلى الساحر ليأخذ سحرا من أجل أن يسحر خصمه، من أجل أن يسحره ليصل خصمه إلى حد أن يصير مجنونا أو يسير معقورا، إما في بيته أو إلى غير ذلك. فهذا من أشنع الغدر وأفظعه، من أشنع الغدر. فلان تخاصم مع فلان فيذهب يعمل به هذه الأفاعيل بطريق السرية والغدر والمكر، وهو يظن أن خصمه ما سيفعل به إلى هذا الحد ولا يصل به الأمر إلى هذا الحد. فلان تخاصم مع فلان، سلط عليه أناسا آخرين أن يقتلوه في أي مكان أو يضربوه في أي مكان، وهذا في أمان. هذا المسلم في أمان، ما يتوقع أن أخاه المسلم يصل به الإجرام إلى أن يفعل به هذا الفعل. وهكذا فلان مع فلان اختصم على مال، يسلط عليه من يأخذ ماله بطرق احتيالية وبالغدر والمكر. فما أوسع الغدر في أوساط المسلمين الآن عياذا بالله. فصار التعامل به صار منتشرا وكثيرا. لا تركنوا ولا تطمئنوا ولا تطمعوا أن تصلح حياتنا وأن يستتب الأمن والاستقرار في أوساطنا ما دمنا نتعامل بهذه المعاملات الإجرامية. نبرأ إلى الله، نبرأ إلى الله، نبرأ إلى الله من أعمال الغدر ومن أعمال الغدرة الفجرة الخسرة الذين أفسدوا في داخل البلاد أيما إفساد. فندعو إلى التوبة إلى الله، إلى التوبة إلى الله والرجوع إلى الله، وإلى رد المظالم، وإلى السعي في طلب العفو والصفح والتسامح، وإلى أن يكون الشخص في أوساط المجتمع رجلا صالحا. نحذر الشباب من التوجهات إلى الغدر، نحذر الشباب من التوجهات إلى الغدر. فلان الشاب جرى بينه وبين فلان كذا من الخصام أو المضاربة أو غير ذلك، فيجتمع مجموعة ويغدرون به في ليل أو في نهار. نحذرهم من هذا. عودوا أنفسكم الإصلاح، التعاون على البر، حل القضايا الحاصلة بين الناس،
حل القضايا، نصح من جرى عليه شيء أن يرد قضاياه إلى من يحلها، إلى شرع الله أولا، ثم إلى من يعينه على حلها آخرا من دولة وغيرها. ندعو إلى هذا. قد جاء من حديث أبي هريرة ومن حديث الزبير بن العوام ومن حديث معاوية رضي الله تعالى عنهم جميعا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الإيمان قيد الفتك، الإيمان قيد الفتك، فلا يفتك مؤمن. هذه شهادة من رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام لمن تجنب الغدر أنه صاحب إيمان. ومفهوم الحديث أن من ليس عنده إيمان أنه يفتك بأخيه، وربما فتك بأقرب الناس إليه، قد يفتك بزوجته، قد يفتك بأولاده، بجاره، إلى آخره. احذروا الجرأة على المعاصي والإقدام على البوائق، احذروا هذا. راقبوا الله واتقوا الله وخافوا عذابه، وخافوا عذابه، واخشوا بطشه وعقابه. لا نضيع أنفسنا. من سولت له نفسه قام يفعل ما يفعل. يا مسلم، اليوم حياة وفي الغد ممات، وفي الغد عرض على الله ووقوف بين يدي الله وحساب وعقاب وسؤال وجواب. وهنالك يعرف الشخص أين وضع قدمه وكيف عاش مع مجتمعه ومع جيرانه وأقاربه ومع إخوانه. اتقوا الله وراقبوا الله، وقفوا عند حدود الله، وكونوا أعوانا على الخير وأنصارا على البر، وكونوا كافين للشر ما استطعتم. الظالم يكف عن ظلمه ممن قدر أن يكفه، ممن قدر أن يكفه. كونوا أعوانا على ما تصلح به العباد والأحوال. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعداء الإسلام الذين يصدون عن سبيلك والذين يحاربون دينك وأولياءك. اللهم عليك بهم، خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم أنزل بأسك عليهم الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين، إنك على كل شيء قدير. وأقم الصلاة.